طبعا برضه هناك أقاويل كثيرة تقال عن هذه الطائرة فعلا وقد قرأنا الكثير منها، ولكن الرواية الأساسية لكن لأنك كنت على متن الطائرة. أريد أن أقول ما حدث وأنا كنت في داخل الطائرة. مطار الناصر يعني هو على زاوية قائمة من نهر الصوبات، ولذلك الطائرات إنما تنزل بتكون مواجهة للنهر أو تترك خلفها للنهر. هذا حسب اتجاه الريح. ففي ذلك اليوم كان ريح شمالي شرقي، ومعناه كان ونهر الصوبات في المؤخرة الشرقية للمطار. فإذا كان من المفترض للطائرة أن تنزل من الجهة الشرقية تمام إلى الجهة الغربية، تمام، عشان نكون عكس الهواء، لأن الهواء يساعد في تخفيف السرعة. في ذلك اليوم لاحظنا، ونحن لما اقتربنا من الناصر أولا كان هناك يعني مبادئ هبوب يعني ظاهر في الهواء، لكن الرؤية واضحة، مفهوم، يعني ما كانت مدخلة في الرؤية. ثانيا الكابتن نزل من الجهة الغربية من المطار، معناه مع الهواء، ولذلك دفع الريح دفع بالطائرة أن تنزل، تبدأ النزول من منتصف المطار. ولذلك النص المتبقي ما كان كافي لكي تتوقف، وهذا النص يتجه مع البحر إلى النهر، غرقت في النهر. ولذلك الطيارة وقعت في النهر. بس لماذا قائد الطائرة نزل بهذا الاتجاه وليس بالاتجاه المفروض؟ أنا بقول مفروض، لكن هو الذي يقدر هو الذي يقدر. لكن بس كان حصل شيء على متن الطائرة من حيث التجربة بنشوف إنه كان حقه ينزل في اتجاه العكس، لكن هو رأى أن ينزل في هذا الاتجاه، والطيارة وقعت في النهر. لحسن الحظ أنه نهر الصوبات في فبراير، الحادثة كانت يوم 12 فبراير. يعني المد بيكون واطي أو النهر بيكون واطي منخفض. النهر منخفض. ولذلك الطيارة حتى لما هبطت كانت ملامسة لقاع البحر، لكن الأجنحة ما زالت فوق الماء. وهذا ساعد في نجاة كثيرين من الناس الذين ومنهم حضرتك. كيف نجوت؟ الفني وطبعا أنتينوف في مخرج من الخلف، فالفني استطاع أن يفتح الطائرة مساحة في الخلف صغيرة قبل ما أن يغرق نفسه، لأن الطيارة ملأت ماء. فهو كان بيحاول يفتح لا يعرف السباحة فغرق. لكن بعد ما فتح يعني مسافة ممكن يخرج الناس. فالذين خرجوا كانوا الذين كانوا في الخلف، الذين في الأمام وفيهم الزبير وفيهم أراكتون وفيهم الوالي بتاع النيل، لأنه من قوة الدفع العفش قفل الباب بينهم وبين المخرج وبين غرفة القيادة، لأنه هناك في غرفة القيادة في مخرج من السطح كان ممكن يخرج منه إذا كان استطاعوا أن يفتحوا الباب ويدخلوا لكابينة القيادة. هذا إذا كانوا لا يزالون أحياء حينها. لا، المشكلة ما كانوا أحياء. كلهم بيعوموا، زبير بيعوم، عرق بيعوم، كلهم كانوا أحياء عندما غرقت الطائرة. نعم، كلهم كانوا أحياء عندما غرقت الطائرة. كانوا أحياء، نعم. لكن الذي لم يمكنهم من الخروج
هو أن الباب اتقفل مفهوم. بالعفش. ولكن يقال أن الطائرة تعرضت لمضادات أرضية قبل أن تنحرف عن مسارها. لا هذا غير، ولو تعرض لمضادات أرضية كان كلنا ما كان في شخص بينجو. ربما تصاب الطائرة، تنحرف عن مسارها إذا لم يعني تصبها المضادات الأرضية بشكل كامل، ولكن تحرفها عن مسارها. ما في مضادات، حتى لما الطائرة وقعت في البحر المواطنين ما زالوا واقفين منتظرين. وأنتم لم تشعروا بشيء وأنتم منتظرين إنه نحن ننزل من الطائرة لكي يستقبلونا. فإذا كانت في أي صوت لسلاح ولا كذا كان هم يتشتتوا. أنتم لم تشعروا بأي شيء من هذا القبيل؟ ما فيش خالص. لم تشعروا بنشوب خلاف بين أروكتون لم يحصل والزبير محمد صالح؟ لم يحصل خلاف. كنت على مقربة منهم؟ كنت على مقربة منهم؟ لو في كلام أنا بسمع. والطيارة كانوا يتحدثان بشكل طبيعي عادي؟ طبيعي عادي. لم يتشاجرا؟ لا أبدا. ليس صحيحا الكلام عن أن الترابي أوغر صدر أروكتون هذا غير صحيح. حول قتل الزبير محمد صالح لشقيقه؟ غير صحيح. معلومات غير صحيحة. الترابي لم يكن تكهنات وليست معلومات، هي الترابي لم يكن لديه أي علاقة بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. لا ما ده هذا يعني قضاء وقدر. ألم يكن هناك صراع على السلطة على منصب النائب الأول للرئيس آنذاك ليتم الإطاحة بالزبير؟ ومين يتنافس مع مين؟ حضرتك الذي تقول لنا هذا الكلام. لا ما فيش كلام زي ده. أنا ما يحكى هو الخلاف الذي كان حاصلا بين أجنحة القيادة، بين جناح الترابي وجناح البشير. ممكن يكون في خلاف، ممكن يكون في عدم اتفاق، ممكن يكون أي شيء، ولكن حادثة الطيارة ليست لها علاقة بأي عمل سياسي خالص، وإنما قضاء وقدر فقط. من استطاع أن ينجو هو من استطاع أن يخرج من الخلف، ومن كانوا في الأمام يعني لم ينجو منهم أحد. يعني نجا حوالي 21 شخص خرجوا من الخلف، ما في شخص كان في الأمام استطاع أن يخرج، لأنه بيقوا سندويش بين البضاعة التي تم من الوسط والبضاعة التي قفلت الباب. لم يكن إذن صراعا على المنصب؟ لا، الصراع عن المنصب ده شيء آخر. منصب نائب الرئيس إذا كان في صراع عن المنصب شيء آخر. كيف شيء آخر يعني؟ يعني يمكن يكون في صراع، يمكن يكون في صراع، لا أستطيع أن أنكر لكن لم يقتل بسببه. أيوة، لم يقتل أحد في داخل الطائرة لصراع ولا غير صراع.